احنا ما عندناش النظام ده في مصر. احنا عندنا نظام التقسيط في مصر ان انت عشان تقسط يكون معاك ال 30,000 جنيه محطوطين في قلب فيزا، والشركة تسحب كل شهر ال 30,000 جنيه. عايز اتكلم معاكم بخصوص تقسيط الموبايلات في مصر. شركات التقسيط اللي موجودة في مصر غريبة جدا. يعني ايه مثلا انا عايز اقسط ايفون 13 برو، فرضا الموبايل ده سعره 30,000 جنيه فرضا. ازاي بقى انا اجي اقول لك مثلا عايز اقسط الموبايل ومعايا 15,000 جنيه، فالمفروض ان انا هقسط ال 15,000؟ لا، احنا ما عندناش النظام ده في مصر. احنا عندنا نظام التقسيط في مصر ان انت عشان تقسط يكون معاك ال 30,000 جنيه محطوطين في قلب فيزا، والشركة تسحب كل شهر ال 30,000 جنيه. طب ما انا لو معايا ال 30,000 جنيه هروح اقسط ليه؟ ما انا معايا ال 30,000 وما اروح احطهم في موبايل. انتوا فاهمين ولا انتوا مش مستوعبين؟ يعني امريكا مثلا بيقسطوا الموبايل بالشريحه عشان شاري منهم شريحه. السعوديه والخليج بيقسطوا لك الموبايل عادي، تدفع كذا وهتدفع كذا على مدار الاشهر اللي احنا متفقين عليها. هنا بقى في مصر هات بقى بطاقتك ونشوف انت في البنك المركزي ايه دنيتك والارقام بتاعتك عامله ايه، وانت حلو ولا لا. ولو انت مش حلو مش هتقسط خالص. طب انا لو مش حلو مش هقسط خالص، يبقى انا هقسط امتى؟ لما اموت ولا ايه؟ هتفهمونا يا جدعان، فهمونا يعني ايه يكون نظام التقسيط في دولة كلها ان انت يكون معاك الفلوس في قلب فيزا. طب ما حاجة بالعقل، لو معايا مش هقسط.